السلام عليكم. بقالي كتير ما لبستش نقاب ملون. كنت بحب الاستسهال بقى، يعني عماله بلبس اسود وبتاع ما بكرهوش، وبصراحه حسيت ان شكله احلى فيا، مش عارفه ليه، بس يعني هي نظريه خاطئه شويه. المهم، هعمل معاكم النهارده لفه كده لطقم نقاب وخمار او طرحه. الطرحه دي 175 سنتي في 75 سنتي، لونها بيج زي ما انتم شايفينه كده. والنقاب 25 سنتي تندة غير مقوى. غير مقوى ده اللي هو مش ناشف، طري، يعني مش اللي هو بيبقى واقف كده من عند الراس من فوق، عشان بس البنات اللي مش عارفة. بصوا، التركية شوية ان انا مش هلف النقاب فوق الطرحة بعد ما بلفها كلها، لا، زي ما انتوا شايفين كده، بلف طرف وبعدين بنزل طرف لتحت وبعدين بروح لابسة النقاب وبمسك بقى الطرف التاني. بعد ما بظبط النقاب بمسك الطرف التاني اللي هو الطويل، بحطه على راسي من فوق. بس بقى ايه، يعني مش بحطه كده وخلاص، بسيب مسافة كده، في سبيس كده عند الدماغ من فوق، يعني بحيث انها لا تكون انها طايرة ولا انها تكون ثابتة قوي. هحاول ان انا احط دبوسين. انا كنت في الاول بحطش دبابيس، بس بقى عشان بخرج واروح وباجي ومعايا بيبي، هو مش بيبي، هو طفل ما شاء الله يعني، بس يعني حركتي بتبقى اسرع معاه، فالهندمه زياده عن اللزوم بتتبعتر بعيد عنكم. فهحط دبوسين عند التندة من فوق. بصوا، هو في بنات بتحط الدبابيس عند النقاب، بس دي انا مش بحبها علشان بتحجم قوي حركة النقاب، وممكن اي شدة في الطرحة تقلعك النقاب وانت ماشية في الشارع. فخلينا نحط الدبوس فوق شوية علشان تكوني في السيف سايد، وبعدين يبقى شكله احلى يعني. وانت تحطي دبوس ما تحاوليش ان انت تكشكشيه، هو انت دوبك تانية واحدة وبس. لكن لو هتحطيه زي ما بتحطي الدبوس مثلا عند الرقبة، لا، مش هيكون شكله حلو، هيكشكش كده الطرحة، هيكون شكله مش حلو خالص. حاولي بس انتي تظبطي الشكل العام. لو حسيتي ان الطرحه قصيره عليكي، طبعا هي بتختلف على حسب الطول، على حسب الوزن، على حسب التحرك، على حسب ارتياحك، انتي اللي بتشوفي الطرحه هي مقاسها انهي مقاس كويس ليكي. بمناسبة الشنط، انا ما بشتريش بقالي فترة كبيرة، مش بشتري شنط. مش عارفة ليه، يعني مش حاسة ان انا حابة ان انا اشتري شنط. مش لاقي مكان كويس اشتري منه شنط. والديزاين نفسه بتاع الشنطة لا بياخد حاجتي ولا شكله عجبني. بحاول اوريكم كده الفاينل لوك اللي انا عاملاه. هو مش لوك ولا حاجة، هو دريس عادي قوي وطرحة عادية قوي، بس يعني بحاول اعمل ماتشنج كده. وعايزه اقولك على حاجه، حاولي ان انتي ما تنسيش تلبسي وانتي خارجه شراب تقيل، ويستحسن يكون غامق، علشان انتي يعني خاصه لو انتي منتقبه، انا مش بتكلم في العادي.